دلوقتي انت قاعد في امان الله، فجأة لقيت رقم غريب داخل بيكلمك بيقولك هتعمل مهام ولايكات على التيك توك وهنبعت لك فلوس. فانت طبعا من غير تفكير بدأت تصدق الكلام ده. هو فعلا هيبعت لك فلوس اول مرة، بس هيقولك هيحصل ايه كالآتي. بس يا ريت يا صاحبي كده تشير الفيديو ده علشان غيرك ما يتنصبش عليه. دلوقتي باختصار هيحول لك فعلا الفلوس، وبعد كده هيبدأ يوضح لك ان في باقات، والباقة مثلا وليكن ب 100 جنيه، وفي 200 300 لحد 1000 أو أكتر، على حسب طبعًا الإيداع اللي أنت هتعمله. وليكن مثلًا هيقول لك هتعمل إيداع ب100 جنيه، فهيدخل لك دخل كل يوم وليكن مثلًا 10 20 جنيه. تمام. هتعمل إيداع ب200 هيدخل لك طبعًا دخل أعلى في اليوم. ما تصدقش أي حاجة زي دي. وبالنسبة طبعًا للشخص اللي كاتب البوست ده، فطبعًا يا صاحبي الكلام ده نصب 100%. وحبيت والله أعمل فيديو علشان ما حدش يتنصب عليه. ويا ريت يا صاحبي تشير الفيديو علشان غيرك ما يتنصبش عليه. وطبعا تخلي بالك من طرق النصب سواء بالطريقة دي أو بأي طرق تانية، لأن في طرق تانية كتير قوي. هتلاقي رقم داخل يكلمك، داخل يبعت لك رسايل. هتلاقي في حد بيقولك في منصة لو دخلت اشتريت آلة برقم كذا هيدخل لك دخل يومي برقم كذا. الكلام ده كله غلط، ما تصدقش اي حد كده وخلاص. لازم تتأكد ان الطريقة دي اولا مجانا، يعني هقدر اكسب منها فلوس مجانا ومش هعمل اي ايداع خالص. ابدأ ادخل التجربة، ما تخافش خالص طالما مش هتدفع جنيه واحد بس. انا واحد من الناس اللي ما بعملش ايداع خاصة على اي حاجة كده وخلاص، لازم اتأكد ان المكان ده ثقة ولا لا. فده كان فيديو النهاردة، حبيت بس اعرف الناس علشان لو ما حدش عارف. فلو الموقف ده حصل معاك قبل كده سواء نفس الموقف أو أي موقف تاني، اكتب لنا في الكومنتات. وما تنساش يا صاحبي تعمل شير علشان غيرك. ولو انت جديد اعمل متابعة علشان يوصلك كل جديد سواء على التيك توك أو على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.